ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد على قناه تومانينو. انا مصطفى بقدم محتوى عن هوايتي والحاجه اللي بحبها من صغري وهي الفيديو جيمز. من شهر تقريبا عملت فيديو عن افضل العاب المصارعه اللي نزلت في التاريخ ونزلته، عدى عليه اسبوع وما جابش غير 150 فيو بس. فبصراحه زعلت عليه جدا، كنت بفكر امسحه اصلا من على القناه، بس قلت خليه جايز اي حد يشوفه ويستفيد منه او حاجه بعد كده. لكن يعني ما كنتش حاطط عليه اي امال كبيره خالص. بس مره واحده لقيت الفيديو ده بيجيب ارقام كبيره انا ما كنتش متخيل ان ممكن اجيبها اصلا. يعني انتوا ممكن تسألوا بالرقم اللي هو تقريبا 22,000 فيو، لان انتوا بتشوفوا ناس جايبين مليون و2 مليون وحاجات كده، بس بجد رقم اللي هو 22,000 ده انا ما كنتش احلم بيه. فشكرا ليكم كلكم بجد على لايكاتكم واشتراكاتكم وكومنتاتكم اللي فرحتني جدا. كومنتاتكم اللي كان فيها كلام متكرر: فين اللعبه دي يا مصطفى؟ اللعبه دي ما حطيتهاش ليه؟ وهكذا. وكان بيكون رد على اغلب الكومنتات ان شاء الله نعمل جزء تاني للفيديو ده. بصراحه كانت اغلب الالعاب اللي قلتوا لي عليها العاب مصارعه غريبه، وما تفهموش كلمه غريبه دي بشكل وحش، اقصد بغريبه انها ما كانتش العاب مصارعه تقليديه زي العاب 2K او حتى العاب سماك داون فيرسس رو القديمه. لا، انا قلت عليهم العاب غريبه لانها العاب ما بتتكررش كتير لاسباب كتيره هنتكلم عنهم بالتفصيل مع كل لعبه. فلو انت بتحب العاب المصارعه بس مليت وزهقت من الالعاب التقليديه فالفيديو ده علشانك. ملحوظه بسيطه بس يا شباب، يعني عايز اقولها لكم: انا بتكلم في قناتي على الالعاب في المجمل، مش مختص بالعاب المصارعه بس او كده، علشان بس لو حد فيكم عمل اشتراك او حاجه فما يتوقعش ان الفيديوهات الجايه كلها تبقى عن المصارعه. فيعني حبيت اقول لكم حاجه زي كده. ودلوقتي يلا بينا نبدا. واللعبه اللي معانا في المركز السادس هي لعبه WWF ريسلمانيا ذا اركيد جيم. ذا اركيد جيم يعني احنا عايزين العاب غريبه ومختلفه بس مش للدرجه دي يا مصطفى. اركيد انت هترجعنا كام سنه لورا؟ هقول لك استنى عليا بس كده واسمعني. اللعبه دي لعبه مسلية جدًا، جدًا، بالرغم إنها نزلت سنة 95، يعني من 30 سنة كاملة. بس طبعًا النسخة اللي هاقول لك عليها هي مش نسخة أركيد ولا حاجة، لأن اللعبة دي نزلت على أكتر من كونسول تاني، يمكن أشهرهم كان الجيم بوي أو البلايستيشن 1، السيجا جينيسيس، السيجا ساترن، والدوس كمان للPC. فبالتالي دلوقتي أنت ممكن تلعبها على أي محاكي من محاكيات الألعاب دي بسهولة جدًا. لمّا تنزّل اللعبة بقى وتبدأها، أول حاجة هتلاحظها في اللعبة دي إنها مش لعبة مصارعة أصلًا، لكنها لعبة 2D fighting بس بشخصيات المصارعين عادي جدًا زي أندرتيكر وشون مايكلز وغيرهم. ولو أنت ما تعرفش، فألعاب الfighting دي genre ألعاب كبيرة ومشهورة جدًا، ويمكن أشهر ألعابهم لعبة ستريت فايتر ولعبة تيكن، والأهم من كل ده بقى لعبة مورتال كومبات. بُص كده للعبتين جنب بعض وقُل لي أنت مش ملاحظ أي حاجة غريبة؟ خلّيني أساعدك شوية. مش ملاحظ إن اللعبتين دول لعبة واحدة أصلًا؟ لو لاحظت كده فأنت معاك حق فعلًا، لأن اللعبتين دول من نفس المطور وهو استوديو ميدواي اللي طور لعبة WWF WrestleMania The Arcade Game على نفس محرك لعبة مورتال كومبات. أو بصراحة نفس محرك دي كلمة كبيرة على المجهود اللي حطوه في اللعبة دي. من الآخر كده يا شباب، لعبة WWF هي نسخة معدلة أو مود من لعبة مورتال كومبات، بس ده طبعًا ما يخليهاش لعبة وحشة إطلاقًا. اللعبة دي لعبة مسلية جدًا حتى لحد دلوقتي، فما بالك بقى من 30 سنة كانت عاملة إزاي، خصوصًا إنها متبنية أسلوب اللعب الأركيدي السريع اللي مش واقعي خالص. يعني كفاية أقول لك إن أندرتيكر هنا عنده special moves بيطلع فيها أرواح من إيده، وإيده ساعات بتتحول لكهربا أو بيطلع كرسي متكهرب يضرب بيه اللي قدامه، ولما بيهزمه كمان بيستدعي تابوت كده من تحت الأرض ويحط فيه اللي هزمه. يعني الحركة دي فكرتني بواحد أوتشيها كده، وخد بقى من ده كتير. نسيت أقول لك، بما إن اللعبة دي أصلًا مبنية على لعبة مورتال كومبات، فالfinishing moves هنا زيها زي الfatality كده بالضبط في ألعاب مورتال كومبات، ما بتتعملش غير والhealth bar بتاع الشخص اللي قدامك أحمر، ولما بتعملها بتنهي الماتش على طول. فبصراحة كل دي أسباب تخلي لعبة WWF WrestleMania The Arcade Game لازم تكون معانا في القايمة بتاعتنا حتى لو كانت في المركز السادس بس. وتيجي بقى معانا اللعبة اللي في المركز الخامس، وهي لعبة Ultimate Muscle Legends vs New Generations. اللعبة اللي كل اللي بيحبوا الأنمي والمانجا هيحبوها جدًا، وده لأن الart style بتاعها زي الأنميات القديمة، بالأخص الأنميات اللي بتتكلم عن الرياضة زي Slam Dunk مثلًا. هنروح بعيد ليه؟ زي أنميات الرياضة القتالية والمصارعة أصلًا، زي Tiger Mask وUltimate Muscle. ما بتشبهش على اسم الأنمي ده شوية؟ أيوه، هو الأنمي اللي اللعبة بتاعتنا مبنية على أساسه. واللعبة بتاعتنا دي لعبة نزلت سنة 2004 من تطوير بانداي نامكو، لكن للأسف اللعبة دي ما نزلتش غير على كونسول واحد بس وهو كان الجيم كيوب، وده اللي خلاها لعبة مش مشهورة خالص. ولكن حق يتقال، لعبة لذيذة خصوصًا لو أنت كنت بتحب الأنمي والألعاب اللي الart style بتاعها قريب من الستايل ده. واللعبة زي ما باين من اسمها كده legends يعني مصارعين الأساطير في الأنمي ده، والnew generation اللي هم المصارعين الصغيرين أو الجيل الجديد.
والقصة بقى بتاعة اللعبة بتتكلم عن موضوع بقى صراع الأجيال والخبرة ضد الحماس والشغل ده كله، اللي خلاها بصراحة قصة ضعيفة واتهرست كتير جدًا قبل كده، ولكن هو مين فينا يعني بيلعب لعبة مصارعة علشان خاطر القصة؟ يا راجل كبّر دماغك. المهم أسلوب اللعب هنا اللي كان حقيقي مختلف جدًا، وكان بيتميز إنه أسلوب لعب خفيف وبيضحّك مش واخد نفسه بجد خالص، وده اللي ميّز اللعبة دي أصلًا. فعندك بقى في اللعبة دي 50 مصارع تقريبًا مقسومين نصين زي ما قُلنا، أساطير وجيل جديد. كل مصارع منهم بقى عنده حركاته الخاصة بيه، سواء ضربات عادية، special moves أو حتى الfinishers اللي كانت هنا مميزة جدًا، وبتبقى على حسب كل شخصية زي ما قُلنا. يعني مثلًا عندك مصارعين الfinisher بتاعهم بيبقى حركة اسمها ice rock driver، ودي بتبقى pile driver بس يعني بينط بالخصم بتاعه نطة بيلمس بيها سقف الاستاد، أو حركة muscle millennium اللي هي spear بس بالعكس. وغيرهم بقى حركات كتير جدًا زي إنك تنطح اللي قصادك زي الثور، أو تتحول هرم وتنزل تدغدغ دماغه، أو تضربه حتى بسنايبر عادي كده وأنتم في ماتش مصارعة، أو تلعب بيه باسكت وترميه على الأرض وبعدين إيه ده يا معلم؟ ما علينا من القرف اللي الأخ ده بيعمله، بس المهم يعني كل شخصية هنا ليها الfinisher المخصوص بتاعها. في حاجة كمان باحبها في اللعبة دي لمّا المصارعين أو المعلقين بتوع الماتش يقولوا اسم الحركات بالEnglish بس بالaccent الياباني، بتبقى حلوة جدًا بصراحة وبتضحكني، خصوصًا كمان لمّا المعلقين بيدخلوا لك في الشاشة كده من اليمين والشمال وأنت بتلعب، فدي حاجات لذيذة بتدّيك روح أركيدية كده دمها خفيف. يعني بصراحة الحاجات دي كلّها كده عملت كومبو خلّت اللعبة دي بالنسبة لي لعبة حلوة جدًا إنّك تلعبها مع أخواتك أو حتى مع أصحابك وقرايبك وقت التجمعات العائلية. بالرغم من إن الgraphics هنا كان يعني ضعيف شويتين، لإن زي ما قُلت لك هي نزلت على الGameCube بس، ولكن للمعلومة برضه اللعبة دي في منها version أو نسخة تانية نزلت على الPlayStation 2 وكان اسمها مختلف، كان اسمها Galactic Wrestling featuring Ultimate Muscle، وكان الgraphic فيها أحسن شوية ولكن بنفس الgameplay. فأنت شوف بقى النسخة اللي أنت تقدر تلعبها سواء نسخة الGameCube أو الPlayStation 2 ويعني جرّبها وهتتبسط. ودلوقتي يالّا بينا بقى نروح للمركز الرابع اللي معانا فيه لعبة Fire Pro Wrestling World، لعبة المصارعة اللي تعتبر النقيض تمامًا لألعاب 2K، ولمّا أقول لك النقيض تمامًا أنا أقصد ده فعلًا. يعني شوف مثلًا زاوية الكاميرا في اللعبة دي عاملة إزاي، قارنها بألعاب المصارعة الاعتيادية اللي إحنا بنلعبها على طول، يعني فرق السما من الأرض. طب شوف حتى أشكال المصارعين المبكسلة الريترو ستايل الحلوة دي، أو شوف أحجامهم الصغيرة في الحلبات الواسعة. طب شوف أصلًا أشكال الحلبات الواسعة دي وأنواع الماتشات المشهورة اللي بتتقدم فيها في اتحادات المصارعة الياباني أو الاتحادات المستقلة. هتقول لي يا مصطفى ياباني إيه وتايواني إيه؟ أنا عايز ألعب لعبة مصارعة بالمصارعين اللي إحنا عارفينهم يا عم. هاقول لك غالي والطلب رخيص طلبك عني، لأن الميزة الأكبر والأهم في لعبة Fire Pro Wrestling World هي الcustomization، لأن اللعبة دي بتدّي لك حرية كبيرة جدًا، يعني ممكن نقول حرية تامة في تخصيص المصارعين وتخصيص حركاتهم. ومش بس كده، بتدّي لك فرصة كمان إن أنت تcreate المصارع اللي أنت عايزه حتى لو من أي اتحاد تاني، غير مصارعين الاتحادات اللي اللعبة دي بتقدّمهم. والcommunity هنا بقى ما يتوصّاش، عامل شخصية لكل مصارع ممكن تكون سمعت أو ما سمعتش عنه في حياتك. كمان اللعبة دي فيها GM mode أحسن بكتير من ألعاب 2K الأخيرة في رأيي، والأهم بقى من كل ده إن اللعبة لسه مدعومة لحد دلوقتي، بالرغم من إنها نزلت سنة 2017، على عكس ألعاب 2K اللي بتقفل لك السيرفرات مع كل جزء جديد بينزل، وأنت آخرك في الدعم شاكب راكب كده سنة وبعد كده اقلب. فبصراحة لعبة Fire Pro Wrestling World من الألعاب اللي هتعجبك جدًا لو أنت ما بتحبش خنقة وتقييد ألعاب 2K ليك، لكن حتى لو أنت بتحب ألعاب 2K عادي جدًا ما فيش مشكلة إن أنت تجرب لعبة زي دي بأسلوب لعب مختلف بعيد عن اللي أنت متعود عليه. وتعالوا بقى ننتقل للعبة اللي معانا في المركز التالت وهي لعبة Wrestling Empire، الوريث الشرعي للعبة Wrestling Revolution. اللعبة اللي من الجرافيك بتاعها كده من البداية هتتقرف منها وهتقول إيه العبث ده؟ إزاي لعبة زي كده تكون نزلت في سنة 2021؟ وهي مش نزلت بس في سنة 2021، ده هي كمان معانا في القايمة. هاقول لك والله معاك حق، بس اهدى بس كده وهافهمك. أول حاجة لازم تعرفها إن سواء اللعبة دي أو لعبة Wrestling Revolution نسخة ال2D الريترو ستايل أو ال3D، لأن هي فيها نسختين لو أنتم ما تعرفوش يعني، كلهم بقى معمولين من مطور وناشر اسمهم MDici. هتقول لي وفيها إيه يعني استوديو صغير شغال على لعبة بجرافيك متواضع؟ بتحصل. هاقول لك صح، بس أنا نسيت أقول لك تفصيلة صغيرة قد كده. MDici دي مش شركة ولا استوديو تطوير ألعاب، لكنه مطور واحد بس واسمه مات ديكي، وده هارد كور فان لألعاب المصارعة. فاللعبة دي أو حتى الألعاب اللي نزلت قبلها باين فيها شغفه وحبه للي بيعمله ده بشكل مش طبيعي، وده اللي خلى ألعابه تحقق مئات الملايين من الداونلودز بالرغم من الجرافيكس اللي انتوا شايفينه ده. طيب إحنا دلوقتي هنتكلم عن لعبة Wrestling Empire بشكل خاص، لإنها آخر لعبة مصارعة نزلت من المطور ده، ولكن الكلام اللي أنا هاقوله ده ينطبق على ألعابه كلها. فيالّا بينا بقى نتكلم على اللعبة دي. أول حاجة كده لازم أذكرها لك في مزايا اللعبة دي هي التوفُّر.
ألعاب MDK تقدر تلعبهم على أي حاجة تقريبًا ما عدا البلاي ستيشن والإكس بوكس، يعني لو أنت عندك PC هتلعبها، نينتندو سويتش هتلعبها، موبايل أندرويد هتلعبها، طب لو أيفون هتلعبها برضه، والأحسن بقى إنها free أصلًا على الموبايل، يعني أنت هتلعبها من غير فلوس خالص. طب يا عم سيبك من حتة التوفر دي خالص، واحدة من أهم ميزات اللعبة دي هي الحرية، وأنا أكدت عليها أكتر من مرة في كذا لعبة قبل كده، وده معناه إن هي حاجة مهمة فعلًا، والحرية بقى هنا ما لهاش حدود حرفيًا. أولًا كده كل المصارعين موجودين عادي جدًا، سواء بقى من اتحاد الWWE أو من اتحادات الAEW أو حتى اتحادات مستقلة، بس بتغيير بسيط كده علشان الشركات دي ما تنفخهمش، فهو بيغيّر بس في أسماء المصارعين وما بيحطش أساميهم الحقيقية، بس أنت من الاسم والشكل كده هتعرف هو يقصد مين بالمصارع ده. يعني مثلًا عندك سلام دانك اللي هو CM Punk، عندك مثلًا دراجون رايان اللي هو دانيال براين، عندك تروجان فورس اللي هو رومان رينز، اللي هم مش بس واخدين أسمائهم وأشكالهم، لأ ده بيتريق عليهم كمان البجح. هم فعلًا أشكالهم زي أشكال المصارعين الحقيقيين، بس يعني لو جبتهم من SHEIN. المهم أنت بقى بتلعب بالمصارعين دول في أي حتة تخطر وما تخطرش على بالك، حلبات، باك ستيج، جيمات، حمامات، طيارات، أي حاجة، وتستخدم فيها بقى أي حاجة تيجي على بالك، أي حاجة موجودة في اللعبة دي ممكن تضرب بيها خصمك عادي جدًا. طب بعيدًا عن الحرية يا مصطفى، في إيه تاني مميز في اللعبة دي؟ هاقول لك الواقعية. واقعية إيه يا راجل يا نصاب يا ضلالي؟ هاقول لك اصبر بس واسمع مني. الواقعية هنا ما اقصدش بيها إن الgraphics تبقى زيها زي الحقيقي بالضبط، ولا الإضاءة والانعكاسات والحاجات دي كلها، أنا باتكلم هنا عن الواقعية في رياضة المصارعة أو في الbusiness ده نفسه، اللي هو إحنا مش هنعتبر المصارعة رياضة أوي يعني، بنتكلم هنا بقى كاتحادات ممكن تأسسها من الصفر، تعمل عروض وتنافس الاتحادات التانية، أو في الcareer mode اللي تقدم بطريقة تحفة في اللعبة دي. فاللعبة بتعيشك هنا حياة المصارع الحقيقية اللي بيحاول يشق طريقه لاتحاد كبير، فبقى بتمضي عقود وليك مرتب وبتاخد قرارات ممكن ترفعك 7 سما أو تنزلك تحت الأرض حرفيا وتموتك. بصراحة اللعبة دي بالرغم من إن الجرافيك فيها متواضع جدا، لكني بنبهر بكمية الأفكار والإبداع اللي اتقدموا فيها، خصوصا إن كل ده اتعمل بشخص واحد بس. وللمعلومة برضو عشان ياخدوا الكريدت بتاعهم، اللي عرفوني على اللعبة دي هم اتنين كنا بنتناقش سوا في الكومنتات، وهم اخواتنا سليم واحمد محمد، اللي عرفوني ان العاب MDK دي اصلا كانت سبب من اهم اسباب انشاء اتحاد AEW، اللي هو يعتبر دلوقتي اتحاد كبير جدا بينافس WWE. فشكرا يا شباب بصراحه. وبما ان النقاشات دي بقى بتعرفني على الالعاب اكتر وبستفيد منكم، ففيدوني اكتر بقى وانزلوا قولوا لي في الكومنتات ايه هي اكتر لعبه مصارعه غير تقليديه بتحبها في حياتك، وايه سبب حبك ليها. مين عارف ممكن نعمل عليها فيديو جاي. بس وانت تحت كده بقى بتكتب لي الكومنت، ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب للchannel لو تحب إن أنت تشوفني تاني. وتعالوا بقى نروح للعبة اللي معانا في المركز التاني، وهي لعبة Def Jam Fight for New York. اللعبة اللي لأول وهلة كده هتحسها مش لعبة مصارعة أصلًا، وهتقول هو مصطفى بيضحك علينا والّا إيه؟ لعبة فيها رابرز في بار، يعني هيعملوا إيه؟ هيغنوا، هيعملوا راب باتل. هاقول لك لأ طبعًا، هينزلوا يكسروا بعض وهيعملوا باتل بجد، علشان يقدموا لنا واحدة من أمتع ألعاب المصارعة. وده لأنها مختلفة في كل حاجة تقريبًا. أولها إن المصارعين هنا زي ما قُلت لك هم مش مصارعين حقيقيين أو معروفين أو حتى مصارعين خياليين، لأ دول رابرز بحق وحقيقي زي سنوب دوج وميثود مان وغيرهم كتير. ده حتى أنت ممكن تكريت المصارع أو الرابر اللي أنت هتلعب بيه وتتحكم وتعدل فيه في كل حاجة تقريبًا، بدايةً من وشه اللي ما فيهوش أي ملامح خالص، اللي بيفكرني بوش رايان رينولدز في فيلم إكس مان أوريجينز، لحد بقى ما تخلص بناء شخصيتك كلها. إيه ده مين ده؟ كابتن محمود الدُرة. بصيت برضو على نفسي فاهم، حسيت ان انا ايه الخرا ده. فأنت عيش بقى يا معلم وصمم شخصيتك اللي تحبها. بما إن الأبطال هنا في اللعبة دي هم رابرز، فأكيد أغانيهم هي الbackground music في اللعبة دي، وده اللي خلّى اللعبة دي خطيرة جدًا في الأغاني بتاعتها. بس طبعًا أنا مش هاعرف أسمّعكم حاجة علشان ما ابلعش copyright strike، لإن لسه بالع واحد على فيديو المصارعة اللي فات، فخلّينا مؤدبين وماشيين جنب الحيط أحسن. والحاجة التانية بقى المختلفة في اللعبة دي اللي بتميزها عن أي لعبة مصارعة تانية، هي أماكن الfights نفسها. خُد عندك بقى بارات، حلبات underground، مقالب زبالة، construction sites، شقق رابرز، محطات مترو، وأي مكان ممكن تتوقع إن يبقى فيه gangsters. والحلو بقى هنا إنك مش بتلعب في الأماكن دي بتغييرات بسيطة في الباك جراوند وخلاص، لأ هنا المكان كله بيتغير، وكل الأريناز أو الحلبات بتبقى تفاعلية على حسب المكان نفسه. يعني مثلا لو أنت بتلعب في construction site تستخدم الأعمدة أو الخشب اللي يستخدموه في البناء أو حتى الكشافات وتعمل بيهم حركات على الخصم بتاعك. لو أنت في محطة المترو ممكن تزق خصمك على القضيب والمترو يجي يفرمه وهكذا بقى. عندنا هنا برضو البليزنج موفز اللي هي الفينيشز يعني في العاب المصارعه العاديه، اللي لما بتفعلها جسمك بيبقى بيلمع كده وبتعمل على الخصم بتاعك حركه بتدمر له فيها الهيلث بار بتاعه، ودي برضو بتختلف من كل شخصيه للتانيه. فبصراحه اللعبه دي واحده من افضل العاب المصارعه بالنسبه لي وبالنسبه لناس كتير جدا، وخلي بالك هنا انا بقول من افضل العاب المصارعه عامه
مش بس من افضل العاب المصارعه الغير تقليديه. بس لو انت حابب لعبه زيها كده بالظبط بس تكون مصارعه بقى برنجات وحبال وكده، عليك بالجزء الاقدم من اللعبه دي واللي اسمه ديف جام فينديتا. فيعني اعتبرهم ترشيحين في ترشيح واحد وابسط يا عم. وتعالوا بقى نروح للعبه اللي معانا في المركز الاول، وهي اكتر لعبه اتكررت في الكومنتات على الفيديو اللي فات، لعبة WWE All Stars، اللي تعتبر واحدة من أمتع الألعاب اللي لعبتها في حياتي كلها، وده لأنها لعبة أركيدية سريعة هدفها المتعة مش الواقعية خالص. يعني بصوا بس كده على المودلز بتاعة المصارعين وشوف أجسامهم عاملة إزاي، يعني فين الواقعية في كده بقى؟ احنا كده هنضطر نستعين بالضرة من ديف جام عشان يحسم لنا الموضوع ده. ايه الخرا ده؟ طب سيبك يا عم من اجسامهم، شوف اصلا وشهم اللي طالع لهم فيه عضلات، دول بيتمرنوا ميوينج يا عم. بس بعيدا عن اشكالهم اللي ممكن نتريق ونهزر عليهم من هنا للصبح، بس نظام اللعب في اللعبه دي تحفه. كل حاجه فيه، كل فاكشن غير التاني، البرولر غير الجرابلر غير الهاي فلاير، وفي كل فاكشن اصلا من دول في كذا مصارع، كل واحد فيهم ليه اسلوبه المميز. يعني من الاخر مفيش مصارع محطوط حشو كده وخلاص ومش واخد حقه تالت ومتلت. انا بالنسبه لي كنت بحب العب بهاي فلايرز جدا في اللعبه دي، بالذات ايدي جيريرو كان يعني خارق بالنسبه لي. فانت انزل قول لي بقى في الكومنتات كنت بتحب تلعب بمين في اللعبه دي لو انت جربتها يعني. بمناسبه بقى الحركات المميزه، كل مصارع هنا عنده الفينيشر او السيجنيتشر بتوعه اللي بيتنفذه بطريقه مش واقعيه وفيها مبالغه جدا، ولكن مبالغتها دي حلوه فوق ما تتخيلوا. الالوان كمان في اللعبه دي استخدموها بشكل حلو جدا، اللون الاصفر مثلا يعني فينيشر، الاحمر لما بتتضرب او بتعمل حركه غلط، الازرق لما بتعمل السيجنيتشر او تعمل الريفرس الحركه اللي قدامك. ونيجي بقى لنظام الريفرس هنا اللي هو احسن نظام ريفرس اتقدم في اي لعبه مصارعه نزلت في التاريخ بالنسبه لي، وده لان انت هنا ممكن تعمل ريفرس والريفرس يتعمل له ريفرس وهكذا بقى. هتقول لي طب ما ده العادي بتقدم كذا مره في العاب كتير، هقول لك هنا بقى انت ممكن تعمل الفينيشر وتلحق تتك على زرار الريفرس قبل خصمك فتمنعه ان هو يعمل ريفرس اصلا، يعني يخرب بيت الحلاوه والله. بصوا يا جدعان اللعبه دي لازم تلعبوها بجد لانها تجربه فريده مش بتتكرر كتير، وحتى لما 2K حاولت تقلدها وتعمل زيها طلعت لنا بلعبه سيئه جدا، تعتبر واحده من اسبل العاب المصارعه اللي نزلت في التاريخ، واللي عملنا عليها فيديو شورت بالمناسبه على القناه لو تحب تشوفه. فمن الاخر لعبه WWE All Stars هي معادله صعبه فيها اكتر من عنصر، والمعادله دي اتحلت بالصدفه كده مره واحده وطلعت لنا اللعبه بالشكل اللي شفناه ده. فحقيقي لعبه زي دي انا اعتقد ان عمرها ما هتتكرر مهما حاولوا يعملوا زيها اكتر من مره، فجربوها. وبكده نكون استعرضنا لكم في الفيديو ده 6 ألعاب مصارعة مختلفة وغير تقليدية تقدروا تجربوهم كنوع من أنواع التغيير والهروب من ملل ألعاب المصارعة التقليدية. فأتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك، وده علشان اللايك بيفرحني، سبسكرايب عشان نوصل ل1000 مشترك في أقرب وقت ممكن، وكالعادة شكرا لكل حد وصل لحد هنا، خلوا بالكم من نفسكم وسلام. ايه الخرا ده؟